اليوم الصبح أنا وجاي على المكتب قريت خبر للوزير مشنوق عم بيقول أنه خرج جزء كبير من الناس يلي أطلقوا النار بسبب تدخلات سياسية. فقلت مش معقول يكون هذا الكلام صادر عن وزير داخلية، فسألته على السوشيال ميديا على تويتر إذا هذا الخبر صحيح أو منه صحيح. فأكد لي الوزير مشنوق أن هذا الخبر صحيح. ما قدرت ما أتوجه له وأتوجه لكم جميعا. أول شيء بدي أتوجه للوزير مشنوق تهنيه على جرأته، اعترافه بأنه في بلبنان حصل تدخل سياسي واضح. هذا كلام صادر عن وزير داخلية، بدي أهنيه على شجاعته وعلى جرأته. إنما هذا ما بيوقف هون مع الوزير. نحن من حقنا نعرف مين هول السياسيين يلي عم بيغطوا هيدي الأفعال، لأنه هول ما عندهم قيمة لحياة العالم يلي ماتت، ولا بالسلاح ولا بالرصاص الطايش ولا بهالكوارث يلي شفناها ولا الجرائم اللي عم نشوفها كل يوم، والأمات والعيال يلي اليوم ما عم تقدر تعيش حياة طبيعية ويلي فقدت أغلى ما عندها. معالي الوزير، عندك مسؤولية أنه تكشف عن هيدي الأسماء. مين هول السياسيين يلي ما عندهم قيمة لحياة الناس يلي ماتت بهيدا الرصاص. بدي أتوجه كمان لمجلس القضاء الأعلى. أنتم مسؤولين عن استقلالية القضاء، وأنتم مسؤولين أنه تمنعوا هذا التدخل. إذا وزير الداخلية عنده معلومات، أنتم لازم تسألوا عن هذه المعلومات. والقاضي يلي بيخضع لتدخل سياسي لازم يتعاقب. ما رح نتكل على وزير العدل، لأنه للأسف وزير العدل عم بياخد طرف بكل شيء، مثل ما صار وقت الدعاوى يلي السلطة رفعتها على المعارضة، قرر ياخد هو طرف بهيدي الدعوة. في مسؤولية اليوم على مجلس القضاء الأعلى، يحمي القضاء، يحمي القضاة، يمنع هذا التدخل من خلال محاسبة القضاة يلي عم بيقبلوا يخضعوا للسلطة السياسية. بدي أتوجه لرئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور والمؤتمن على فصل السلطات، رئيس كل اللبنانيين، أنه يتابع هذا الملف. إذا وزير داخلية عنده معلومات وعنده أسماء، خليه يقولها للشعب اللبناني، ويقولها كرمالتا كل سلطة سياسية وكل مؤسسة دستورية تتحمل مسؤولياتها، إن كانت سلطة قضائية أو إجرائية، إن كانوا سياسيين، ويقدر الرأي العام يحاسب يلي تركنا نعيش هيك. لأنه رح لكم شغله، وهون بدي أتوجه للجميع. إذا ما عملنا شيء اليوم بعد هيدا الشيء اللي حصل وهيدا الإقرار، وبوجود معلومات واضحة عند وزير الداخلية، إذا ما عملنا شيء اليوم، حلمنا بأنه نعيش ببلد حضاري، هيدا الحلم رح يضله حلم. في شيء بده يبلش شي محل، وهيدي فرصة. ما زال وزير داخلية اعترف اليوم هيدا الكلام، هي فرصة كرمالتا ننقل البلد من محل لمحل آخر. هيدي فرصة تنعلن الأسماء، كل سياسي عم بيتدخل ينعرف اسمه، كل قاضي عم بيخضع ينعرف اسمه، وتكون هيدي عبرة لغيره، منا نحن وجر. ما بقى فينا نحن أماتنا وكل العيال بهيدا البلد يعتلوا هم إذا أولادهم رح يرجعوا عشية على البيت أو لا. ما فينا نضلنا عتلانين هم إنه والله
ما بنعرف كيف من وين رح تجي رصاصة. انه واحد طلع على باله بكره والله يتجوز بقوس بتجي رصاصة ما بعرف مين، واحد ربح نجح بالبروفي بتجي رصاصة ما بعرف مين، كل ما في شغلة بالبلد بيطلع رصاص وناس بتموت. يعني وين عايشين نحن؟ طيب كيف بدنا نوقف إذا ما أخذنا تدابير؟ كيف بدنا نوقف هيدي الظاهرة؟ صرنا سنين عم نحكي، بيطلعوا سياسيين على التلفزيون بينشر رصاص بيموت عالم، نحكي بيقطع سنة وسنتين وثلاثة وما بيوقف شيء وما بيخلص شيء وما بينتهي شيء وبعدنا مكملين شغلة ورا شغلة. بروفي بكرة جاي البكالوريا، شو بنعمل كمان؟ بحط كيس رمل على شبابيك؟ شو يعني؟ شو يعني؟ طيب اوكي هلا قطعناها هي وبعدين؟ رجاء كل المسؤولين في سبب لهيدا الشيء. في ناس حاسه انه شو ما عملت ما حدا بيطالها. ليه ما حدا بيطالها؟ لانه مدعومه. طيب هي لاي متى بدها تكمل؟ هي كل واحد بيقدر يسمح لحاله كل شيء بهذا البلد على حساب غيره، ولو مات ناس عادي. ما رح نقدر نبني بلد إلا ما يكون في مساواة أمام القانون على جميع اللبنانيين، وهالمساواة ما بيأمنها إلا السلطة القضائية تكون مستقلة وغير خاضعة للضغط السياسي. رجاءً على القليلة مش قادرين نحل مشاكل بلد الكبيرة، على القليلة هول القصص يلي إلها علاقة بحياتنا اليومية نقدر نصلحها. واتركوا الصراع السياسي على جنب. هذا الموضوع اتركوه على جنب، الصراع السياسي كل واحد عنده رأيه بالبلد، تمام، بس الناس ما لازم تكون ضحية. ما حدا فوق القانون. لازم يفهم الكل انه ما حدا فوق القانون، وكل قاضي عنده مسؤولية يأكد للناس انه ما حدا فوق القانون. ما فهمت يعني؟ من اصل 70 واحد توقفوا، في 50 واحد طلعوا، 20 واحد بقيوا، هول ال20 لانه ما عندهم ظهر سياسي؟ كيف يعني؟ ما بعرف. أنا حبيت هيك وجه هيدي الصرخة لأنه مش معقول اليوم اللي قريته. يعني مش معقول وزير داخلية يقول إيه والله بلبنان في ناس توقفت، 70 واحد توقفوا وفي 50 واحد ظهروا لأنه في تدخل سياسي، وعادي تمرق مرور الكرام ما في شيء. لا خيي، ما رح تمرق مرور الكرام، هيدي ما رح تمرق مرور الكرام. في حدا يتحمل مسؤولية، وزير العدل يتحمل مسؤولية، مجلس قضاء الأعلى بيتحمل مسؤولية. يلي عنده معلومات انه حدا اتدخل بهذا الموضوع عنده مسؤوليه. وزير داخليه اولا عنده معلومات يقولها للراي العام. مين هن هول خيي؟ مين يلي تدخل؟ بس خيي ما راح اقول اكثر من هيك. بس خلص يعني بمحل معين مثل ما الراي العام قدر واجه صفقات وكوارث جاية عليه كانت من وراء الضغط السياسي عبر التواصل الاجتماعي وبالتعبير عن الرأي بكل الوسائل المتاحة. هيدا ملف جديد مثل الضرائب، مثل بواخر الصفقة يلي كمان وقفت. كمان هيدا الموضوع بدنا نكمل فيه وبدنا نراجع فيه وبدنا حلول عملية فيه، وما لازم يقطع مرور الكرام. ما فينا نقطع هيدي الأمور هيك، ما فيها تقطع هيك، وإلا ما حدا ينق. حنضلنا عايشين بهيدا البلد يلي كل مين ايده له وما حدا بيتحاسب على شيء، ويلي بتليفون واحد لا ما بعرف مين منظهر ما بعرف مين. بعتذر على فشة خلق بكرة الصبح، بس احنا ما رح نسكت على هذا الموضوع ورح نتابع. يعطيكم ألف عافية، وبتوجه بتحية كبيرة لكل عيال الضحايا يلي سقطوا من هيدا رصاص الطائش ومن تفلت السلاح بلبنان. ومنقول لهم
أنه نحن رح نكمل بهيدي القضية لأنه هيدي قضية حق، ونحن بدنا نبني هذا البلد مثل ما نحن بنحلم نبني. على القليلة هول الشباب اللي ماتوا ما يكونوا ماتوا كرمال مشي، يكونوا ماتوا كرمال تنقدر نبني بلد مثل خلق. بتمنى من كل وسائل الإعلام، من كل الإعلاميين، من كل قادة الرأي يتابعوا معنا هذا الملف ويساعدونا أنه نطلع بتدابير عملية. نحن تقدمنا بسؤال للحكومة أولت امبارح، بس يعني عم قدم هالأسئلة للحكومة بس ما بعرف شو إلها عازة صراحة. عم بقدمها ما عم بقول عنها لأنه ما بعرف شو إلها عازة. ما في إلا ضغطنا نحن، ضغط الناس يشعروا هالمسؤولين وهالقضاة بالمسؤولية، يشعروا بالضغط عليهم كرمال نبلش نصلح هيدا البلد شوي شوي نحن وياكم. أنا بوسكم جميعا، أتمنى لكم نهار حلو ونلتقى قريبا، ورح نتابع كل هيدي الملفات وهيدا أول. ويعطيكم ألف عافية، وبعتذر على بعتذر على التعصيب على بكرة. ميرسي.